النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن قصة سيدنا موسى. قصة سيدنا موسى مع الخضر. نسمي الله ونصلي على رسول الله. لو أول مرة بتشوفيني يا ريت لو عجبك المحتوى تحطي لي لايك. سيدنا موسى كان قاعد مع جماعة من الناس، فكانوا بيسألوه في حد أعلم منك؟ فسيدنا موسى عشان هو النبي فرد قال إيه؟ قال لا، أنا أعلم واحد. هو مش تكبر من سيدنا موسى ولا حاجة، هو إن هو النبي فالطبيعي إن أنا هشوف إن أنا أعلم واحد، لأن أنا اللي بيجي الوحي من عند ربنا. فجه سيدنا جبريل عاتبه وقال له أنت ليه قلت كده؟ كنت قلت الله أعلى وأعلم. قال له طب هو في أعلم مني؟ تتخيلين الأنبياء برغم مكانتهم إن هم حابين يتعلموا، مش باصين أبدا إن أنا نبي وإن أنا أتعلم من واحد تاني، لأ، هم بيحبوا إن هم يتعلموا ويعرفوا. فقال له أيوة في أعلم منك. قال له طب دلني عليه. قال له هتلاقيه لما تروح عند مجمع البحرين. فقال له طب أنا هعرف إزاي؟ قال له هتجيب سمكة وتشويها، ولما تشويها السمكة دي لما توصل عند المكان المطلوب، السمكة دي بأمر الله وهي مشوية هتنط في المية تاني. فقال له ماشي. فخد معاه مين؟ خد معاه يوشع بن نون أو فتى موسى. على فكرة دي مذكورة في سورة الكهف، تقدروا ترجعوا لها. تمام. فخدوا معاه. فسيدنا موسى بيقول ليوشع بن نون آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. احنا مشينا كتير يعني هما كانوا في البحر عايزين ناكل. قال له أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة؟ فاكر لما كنا عند الصخرة اللي هناك دي؟ قال له آه. قال له السمكة اللي هي الحوت، في مجمع اللغة أي سمكة اسمها حوت. فقال له إن الحوت إن هي نطت في المية وأنا نسيت إن أنا أقول لك. راح قال له إيه يعني ده اللي إحنا إيه، إحنا أصلا كده كده إحنا جايين عشان كده. فراح راجع تاني وراح للمكان اللي يوشع بن نون قال له عليه. فلما راح شاف واحد لابس عباية خضراء، يقال إن هم سموه الخضر لأنه كان لابس عباية خضراء، والله أعلم. فراح قايل له إيه؟ شافه الخضر قال له أنت نبي الله موسى. كان الخضر كان ذكي جدا وكان عالم جدا، فعرفه على طول. قال له أيوة أنا عايزك تعلمني مما أوتيت من علمك. فجه الخضر قال له أنت مش هتقدر تصبر على الحاجات اللي انت ما تعرفهاش. فقال له ايه سيدنا موسى؟ قال له ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. فهم ماشيين جم يركبوا السفينه. جه ناس السفينه دي كانت ليها، كانت صحابها مساكين بيعملوا في البحر، بيشتغلوا في البحر، عندهم سفينه بس مساكين. تمام. فجه الخضر عمل ايه؟ الناس ركبوهم ومرضوش يدفعوهم فلوس، وقال لك لا ايه ده عبد صالح نركبه من غير فلوس. ركبوه. قوم الخضر يعمل ايه؟ يمسك في الجزء الاسفل من السفينه، في ارضيه السفينه من تحت، يمسكها ويقعد يكسر فيها ويعمل فيها فتحه. فيقوم سيدنا موسى مستغرب قوي اللي بيحصل، يقول له يعني الناس اكرمونا ومرضوش ياخدوا مننا فلوس وانت تقوم تكسر لهم السفينه؟ فراح جاي الخضر مفكره. قال له ايه؟ قال له الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا؟ فجه سيدنا موسى قال له ماشي زدني صابرا. جه بعد كده شاف غلام، ولد بيلعب في الشارع. قوم سيدنا الخضر يعمل ايه؟ يمسك الولد يقتله. طبعا دي حاجه غريبه جدا. راح جه سيدنا موسى قال له ايه ده؟ اقتلت نفسا بغير نفس؟ انت قتلت روح من غير سبب؟ راح جه برضه سيدنا الخضر مفكره. قال له الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا؟ هو انا مش قلت لك انت مش هتقدر تصبر معايا؟ جه هو راح سيدنا موسى قال له ايه؟ قال له ان انا ايه لو انا ما سمعتش كلامك تاني، لو سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. يعني انت لو سألتك عن حاجة بعد كده خلاص ايه ما تاخدنيش معاك. قال له ماشي. فجه وهو ماشي راح افكار دي بخيلة جدا، محدش راضي ياكلهم. يقوم سيدنا الخضر لقى جدار هيقع، يقوم جاي بنيه هو وسيدنا موسى. فيقوم سيدنا موسى يقول له انت كان ممكن تاخد اجر عليه. فسيدنا الخضر يقول له ده فراق بيني وبينك، وانا هقول لك على اللي انت ما صبرتش عليه. السفينه خرقتها ليه؟ لان كان في وراها ملك ظالم بياخد كل سفينه غصب،